بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المداخلة كان صدى ثورة تحريرية في الصحافة الأدبية الجزائرية والعربية. تدرقت في البداية عن علاقة الأدب بالصحافة، وتحدثت عن أن الأدب الجزائري والأدب العربي بصفة عامة كان لصيقا بالصحافة، وأن كانت الصحافة والجرائد المجلات كانت كلها هي المنبر الأدبي ولترويج الأدب وتسويق الأدب. وبالتالي كانت قضايا الجرائد التي كانت تطرح في تلك الفترة كانت تلمس بشكل خاص القضايا الأدبية. تحدثت عن النخبة الصحفية الجزائرية وعلاقتها بالأدب، وتحدثت عن أغلب الأسماء والأعلام الصحفية والإعلاميين الجزائريين في تلك الفترة كانوا مصلحين وكانوا سياسيين وكانوا ثوريين في نفس الوقت، كانوا أدباء، وقد نقلوا قضاياهم وخاصة القضية الوطنية إلى تلك الصفحات الأدبية عبر أعمدة مختلفة في الجرائد التي كانت تنشر في الجزائر. تحدثت أيضا عن التجربة الإعلامية والصحفية لجمعية العلماء المسلمين، وكان لها دور كبير جدا في التعريف بالقضية الوطنية، وكذلك كان لها دور كبير جدا في نقل الثقافة الجزائرية في تلك الفترة التي كان يعتقد الكثير من غير الجزائريين أن الجزائر قد تمت فرنستها من خلال فرنسا، ولكن أثبتت المستوى العالي للغة العربية والمستوى العالي للكتابة الأدبية خاصة على مستوى الشعر، المستوى العالي أيضا حتى في كتابة القصة والنصوص الأدبية المختلفة. تحدثت أيضا عن بعض التشاركات التي كانت والمشاركات التي كانت من قبل الجزائريين في الصحف العربية، من بينها الجرائد التونسية التي أثثتها أقلام أدبية جزائرية كبيرة. ثم تحدثت عن صدى تلك الثورة التي كيف نقلت في الجرائد التونسية بشكل خاص، وربما ركزت بشكل خاص على مجلة الفكرة التونسية التي تعتبر من ضمن المجلات التي راهنت في جميع أعدادها الحديث عن الثورة التحريرية الوطنية منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال الجزائري. تحدثت أيضا حتى عن بعض المجلات العربية في مصر ومجلة الآداب البيروتية التي أيضا هي حاولت أن تركز بشكل خاص على النصوص الأدبية التي تعرف بالثورة الجزائرية وبأهمية الثورة الجزائرية وبقضية الجزائر، وعرفت حتى بالنصوص الأدبية العالمية التي تضامنت بشكل خاص مع قضية الجزائر. ملخص المداخلة كان كله يتحدث عن أثر هذه الثورة العظيمة في الصحافة الأدبية العربية، وكيف أنها تحولت الثورة ليست فقط مجرد تظاهرة أو انتفاضة شعبية، بقدر ما أنها ظاهرة أدبية أصبحت كتيمة في النص الأدبي الجزائري والعربي، وبحيث أن رموز الثورة الجزائرية أصبحوا مواضيع نصوص شعرية ونصوص أدبية في العالم العربي بصفة عامة. وتحدثت أيضا عن المستوى الذي وصل وأبلغته الثورة الجزائرية للنخبة الجزائرية، وعرفت بالثقافة الجزائرية للعالم العربي بشكل عام. هذا ربما تحدثت عنه في هذه المداخلة، والمداخلة ربما فيها الكثير من المواضيع المتفرعة التي يصعب أن نلخصها ونطرحها في مثل هذه الندوة. حاولت في محاضرتي أن أبرز دور الإعلام إبان الثورة التحريرية المجيدة، وكيف استغلت قيادة الثورة هذه الوسائل رغم بساطتها ورغم ضعف إمكاناتها وقلة تجربة الصحفيين الجزائريين الذين لم يتخرجوا من كليات الصحافة، ولكن الظروف وطبيعة المرحلة طبيعة الثورة التحريرية فرضت عليهم أن يكونوا صحفيين بامتياز، كانوا يحملون القلم والميكروفون بيد، واليد الأخرى كان السلاح لا يفارقهم. حاولت أن ألخص وسائل الإعلام المكتوبة من خلال الجرائد التي أصدرتها قيادة الثورة على غرار المقاومة الجزائرية التي صدرت في 22 أكتوبر 1955، ومنها تم ترسيم اليوم الوطني للصحافة الجزائرية، وكذلك جريدة المجاهد في جوان 56، وأيضا النشريات التي كانت تصدرها الولايات التاريخية الستة، وأيضا الإذاعات، حيث كانت هذه الإذاعات صوتا للثورة الجزائرية العادلة، إذاعات الدول العربية وحتى بعض الدول الصديقة والمحبة للسلام، صديقة طبعا للثورة الجزائرية، وكذلك حتى
إذاعة الجزائر السرية التي كان بثها لأول مرة في 16 ديسمبر 1956، وكيف كان العدو الفرنسي يتصدى لهذه الوسائل بكل بشاعة، بحيث كان يجرم كل من توجد لديه هذه الوسائل أو حتى يستمع إلى صوت العرب من القاهرة أو حتى بعض الإذاعات العربية، وكذلك الإذاعة السرية التي كان يقودها وتنطق بصوت الثورة الجزائرية من خلال صوت عيسى مسعودي رحمه الله وغيره. كل من يستمع إلى هذا الصوت، صوت الحق، كان يجرم من قبل الاحتلال الفرنسي. بالرغم من هذا التضييق وهذا التجريم، إلا أن هذه الوسائل طيلة 7 سنوات أو يزيد استطاعت أن تواكب ثورتنا التحريرية المجيدة وأن تسمع صوتها للآخر.